هذا شنو؟ هذا بخور. عزيزي بخر النادي مالتك، بخر ناديك والله العظيم، افتر بالبخور وبخر بالنادي، ماكو هيك فقر، ماكو هيك حظ فقر شايلين نادي برشلونه بالكوكب. والله العظيم السيناريوهات اللي يطلعون بيها تخليك تلحد كرويين. اشقار هاي تروت. شوف حتى البخور هذا يختلف، هذا بخور دبل حتى يجيب نتائج، جيبه من العين من الحسد، كله من عين الاشقر، من عين الابرش، من عين ما صلت على النبي، وافتر يجي وبخر بالنادي، لان يا اخي اللي جاي يصير وياكم والله هذا شيء مو طبيعي. شوف نفسك، روح شوف نفسك شو مسوي بحياتك. يعني اذا الخلل مو بالنادي فالخلل بالمشجع. لازم تشوف نفسك انت شو مسوي شيء مو زين بحياتك وده يطلع في فريقك. لا مستحيل سيناريوهات كرة القدم اللي جاي تصير، الحاد الكروي اللي دا يصير ويا برشلونة هذا مو طبيعي. شرفك من تقول لي البايرن البارحة تهددني، شرفك لو لاعب اليوم تهدد البايرن ايش قد تشيل؟ ها؟ ليش تهددني بالبايرن؟ من هم البايرن؟ حتى انا ضايجني انت تهددني بالبايرن. بايرن 2-1 وانت ويا اتلتيكو 2-0. بخر النادي يوميا افتر حرمل، اطقطق حرمل وافتر على النادي، شال حرمل وافتر على النادي، فليك والله بخر النادي افتر على الواعي بخر، ماكو شيء والله. صلوا لكم ركعتين لوجه الله تعالى ادعي قل يا رب فك هالجبسه من هالنادي، ماكو هيك. طرد امام باريس، راخو ينطرد، الموسم قبل مال انتر ميلان ما يجيب اخر ثانيتين يقول، هسه ينطرد كوبارسي. المشجع البرشلوني يتقبل انه يطلع من دوري الابطال، انا متاكد هو المشجع البرشلوني يتقبل انه يغادر الابطال، بس مو بهاي الطريقه. بايرن ولكم من هم البايرن؟ هم غير ايش عندهم؟ هو اوليسي واركين ولويس دياز وجنابري والخط الدفاع ونوير. مصطفى صديقي ياكو جهال يجون المكتبه الصبح ويشتغل المكتبه، فيجوا الصبح يقولوا له ابلع من الريال الاقصى. الجهال تجون المصطفى المكتبه بلعوا، ابلع حتى الجهال يبلعون.